لما غسل فاطمة اعتزل فاطمة، ترك فاطمة وجلس على جنب وضع رأسه في حجره وقام ينشج بكاء، ينشج النشيج عن البكاء العالي، ينشج البكاء على فاطمة. قيل له: يا علي أنت جبل الصابر، كيف أنك تبكي على فاطمة؟ قال: فاطمة وإن عز علي فراق فاطمة. ليش عجل تبكي؟ قال: لما غسلت فاطمة. اسمع يلا، اسمع هذه المصيبة واطلب دعاك، اطلب حاجتك. لما غسلت فاطمة وضعت يدي على بدنها وإذا بضلع من أضلاع فاطمة، وإذا بضلع من أضلاع فاطمة قد كسرتا. يقول: خليت إيدي وإذا بعد شفت يا علي. يقول: نظرت إلى جنبيها وقد اسود من أثر تلك الصياط. اصرخ ونادي: وسيدتا ومصيبتا. بعد يعني الشفت. يقول: نظرت إلى عين فاطمة كعلقة من الدم حمراء من أثر تلك اللقمة على وجه فاطمة. عظم الله أجورنا وأجوركم. لما انتهى أمير المؤمنين من غسل فاطمة، من تكفين فاطمة، نادى على ولديها: بني حسن، بني حسين، بني زينب، هلموا يعني بسرعة تعالوا. ليش تزودوا من أمكم فاطمة؟ بعد ما تشوفونها، بعد ما ألف بالكفن خلاص، وداع مفارق خلاص، ما راح تشوفون هالأم الحنونة. يقولون: جاء الحسن عن يمينها، جاء الحسين عن شمالها، زينب عند رجليها، وإذا بالحسن ينادي: أم فاطمة كلميني. ما أجابت فاطمة لأنها ميتة. وإذا بالحسين يقول: أم فاطمة، أم فاطمة بحق جدي، أم فاطمة بحق جدي رسول الله كلميني قبل أن تخرج روحي من بدني. يقول أمير المؤمنين، يقول: والعيش الذي عشته مع رسول الله. وإذا بفاطمة حنت وأنت وخرجت يديها من الكفان وضمت الحسنين إلى صدرها. اصرخ ونادي: وفاطمة ومصيبتها. وإذا بصوت بين السماء والأرض: يا علي نحى الحسنين عن أمي وفاطمة فلقد أبكيا ملائكة السماء. عظم الله أجورنا وأجوركم. لفها بعد الوداع، بعد أن ودع الحسن، ودع الحسين وأمهما فاطمة، ودعت زينب الحنونة. لف أمير المؤمنين الزهراء بالكفن، صلى عليها. بعد أن صلى عليها دفنها بيده.